يا صباح السعادة، يا صباح الأمل، يا صباح التفاؤل، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معكم آية خيري. في بداية الفيديو نسمي الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أيام الخطوبة وحلاوة أيام الخطوبة، فاتصلت بخطيبي وقلت له أنا نفسي في فسيخ دلوقتي حالا، أنا عايزة فسيخ. فهو ما تقدرش خبره بصراحة، جاب لي نوع فسيخ حلو خالص، مش فاكرة بصراحة اسمه ايه بالظبط، بس زي ما حضراتكم شايفين كده قمر قمر قمر، ومليان كده لحم وريحته كانت في منتهى الجمال. فعلى طول كده جاب لي كمية، عملت نصها دلوقتي والنصها التاني حطيته في الفريزر. فاديني انا بنضف فيه. ما شاء الله كانت ريحته في منتهى الجمال. انا قصدي ان انا احط مقطع التنظيف وكده، علشان في ناس كتير مش بتعرف تنظفه او شايفه ان التنظيف بتاعه صعب. هو بننزع الراس منه كده، بنلف الراس حوالين بعض فبتطلع بمنتهى السهولة. وبنسلك في اول السمكاية، بنطلع حتة صغيرة من الجلد وابتدي اشدها كده زي ما حضراتكم شايفين، بتتشد معايا بمنتهى السهولة اهو كده. يا سلام يا سلام، ايوه هو ده. نبتدي نسلك كده يا حبايب قلبي، ونسلك كده وبراحتنا وعلى اخر مزاج. ايوه، هو في احلى من الفسيخ؟ في قطع من الفسيخ؟ يا جمال ريحة الفسيخ كده بيغسلني كده من جوه. شايفين اللحم؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ يا لهوي، فصوص فصوص كده. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو الحلو ده، وكومنت حلو في الكومنت، وكومنت حلو في الكومنتات، واخدين بالكم انتوا؟ تمام كده يا حبايب قلبي. طبعا كلكم مستغربين ان انا قلت هنزل فيديوهات الفرح ولحد دلوقتي ما نزلتهاش. ان شاء الله هنزلها باذن الله، بس انا عايزه اجمع الفيديوهات كلها مع بعض وانسق الدنيا كده علشان الفيديوهات تبقى منظمه وتبقى حلوه وتشوفوها بصوره منظمه يعني ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش، انا ما نسيتش. تمام. طبعا انا بعد ما فصصتها كلها كده، طبعا كنت في قمة المتعة وقمة الفرحة انا وبعمل الكلام ده كله، ان دي اكلتي المفضلة اصلا. حطيت عليها شوية ملح وشوية ليمون وشوية خل ورجعتها على جنب وغسلتها. طبعا لازم تتغسل لان اي ميكروبات فيها بتنزل بالملح والخل والليمون. تمام. حطيت في الشفشف معايا طماطم على قد الكمية اللي انت عايزاها. تمام. على حسب، لو انت عندك املاح وبتحب الفسيخ وكده، هتحطي طماطم كتير بحيث ان ايه، تطغي شوية على طعم الفسيخ او الملوحة يعني. لا عايزة طعم مركز ما تحطيش خضار كتير زي ما حضرتك بتحبي. فطبعا ولكن يعني على حسب تجربتي في الفسيخ وكده، لا هو لما يكون خضار قليل بيكون اطعم بصراحة. تمام، خلينا متفقين على النقطة دي. بس انا طبعا عشان الاملاح وفي ناس هتاكل معايا وكده، فعشان ما يتأذوش يعني بسبب الفسيخ وكده، لا انا بكتر الخضار شوية بحيث ان ايه، ان طعم الفسيخ ما يكونش مركز يعني. تمام كده يا حبيب قلبي. ايوه كده نزلت بالطماطم وعليه الليمون. طبعا دي تكه من تكات محلات الفسيخ، ان هم بيحطوا، طبعا هم بيعملوا الفسيخ جاهز يعني وكده، بيحطوا في الشفشف مع الطماطم ليمونه بقشره. بيحطوا الليمون بالقشر بتاعه علشان خاطر يديني الطعم الحلو فيه مزازه بس من بعيد خالص. تمام كده يا حبايب قلبي. بيدي طعم روعة للفسيخ. وكمان في تكة تاني، طالما هتحطي خضار تحطي تكة من رشة من الملح علشان خاطر ما يعني ايه، ما تاخدش من ملوحة الفسيخ وما يبقاش الفسيخ عادم. تمام كده يا حبايب قلبي. ادي انا بعد ما ضربت الطماطم والفلفل الاخضر اللي هو المولع ده الحار، وحطيت عليه الطماطم بقشره، قصدي الليمون بقشره، انزل بالفسيخ بعد ما غسلته. طبعا غسلته كويس تحت المية الجارية. تمام كده. غسلته وحطيت عليه ملح ليمون خل ابيض. ايوه ايوه هو ده. نزلت كده كله على بعضه في الخلاط. وانزل بايه تاني؟ احط ايه تاني يا ايه؟ هحط شوية زيت. الزيت ده عشان يخلي السمك حلو معايا، طبعا عشان كمية انا كتير فانا حطيت زيت يعني ايه، كمية محترمة. تمام كده. الفسيخ يعني مفيش احلى منه ولا اجمل منه. طبعا كل واحدة وعلى حسب طريقتها في الفسيخ يعني، هو في ليه كذا طريقة. في ناس بتعمل له ايه، هو فسيخ
تضرب بالخلاط بشوية طماطم وليمون وشوية طحينة وخلاص كده تمام. في ناس لا بتحب تضيف له فلفل اخضر وبصل اخضر وكده، على حسب كل واحد وذوقه، وكل واحد هو عايز الفسيخ يبقى مركز قد ايه. وفي ناس كمان بتحب تضيف له شويه من ميه الفسيخ. انا ساعات بحب اعمل كده بصراحه، بيبقى طعمه يا لهوي، طعمه في حته تاني سحر بجد، يعني طعمه بيبقى مزيكا. بس مش بحط كتير ميه الفسيخ دي او ميه الملوحه، بتبقى برضو ايه ملح زياده عن اللزوم، فمش بحط كتير يعني تمام. طبعا الناس اللي عندها حصاوي عندها املاح ما تعملش الخطوه دي، انا بعملها كده يعني كده يعني، لان بيبقى طعمها برضو حلو. ادي نزلت بالطحينه، معلقتين طحينه كده محترمين، على حسب الكميه وعلى حسب انت عايزه طعم الطحينه قد ايه، بشويه الزيت وملح وفلفل وكمون وكزبره وسنه شطه بسيطه مع الزيت والليمون. بس بصراحه انا كنت بحط لها خل ابيض، بحسه بيغير الطعم. بعد ما ضربتها ضربه محترمه في الخلاط، وادي هنزل كده ايه في الطبق. طبعا انا كنت جعانه خالص، ويعني بصوا الاكله دي يا لهوي عليها، تلموا حبيبكم كده وتاكلوا مع بعضكم الاكله دي. الاكله دي في منتهى الجمال. شايفين السمك يا سيدي، يا سيدي احلى يا سيدي على احلى ملوحة ممكن تعملوها في حياتكم، احلى فسيخ ممكن تعملوه. وان شاء الله باذن الله هعمل وصفات كتير بالفسيخ ان شاء الله، لان هي مش وصفة واحدة على فكرة، بس احنا المتعارف عليها هي وصفة واحدة او وصفتين بالكثير. حطيت عليها شوية زيت من فوق عشان تديني لمعة وطعم وشكل حلو. وطبعا مش كده وخلاص، لا انا هحط عليها كمان رشة كمون وكزبرة. يتاكل، انا عن نفسي باكلها كده، لكن لو انتوا في ناس مش بتحبوها كده، بتحبها يعني مش بتحبها جامد، ممكن تحطوا جنبها تونة او مقليات او جرجير وطماطم والبالكم فيه ده. بس ايه اللي هو الاساس الملوحة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وكلمة حلوة منكم في الكومنتات. بشكركم على دعمكم ليا ودعواتكم ليا ودعمكم والله على راسي. عايزه حضراتكم شدوا حيلكم شويه معايا ان شاء الله باذن الله، جربنا نقفل ال2000 مشترك باذن الله. دعمكم معايا ان شاء الله ودعواتكم معايا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو حلو. شايفين بسم الله ما شاء الله، يا لهوي على الجمال. تسلم ايدي، الله ينور الله ينور بجد. واكيد شايفين العيش البلدي كمان يا سيدي، يا سيدي احلى يا سيدي على احلى فسيخ ممكن تاكلوه في حياتكم. طبعا انا باكل بايدي اليمين بس الكاميرا عكسه ايدي يا سيدي. طبعا انا باكل كانت روعه. كان اخويا جنبي مش عارفه الوجبه التانية ليا ولا لاخويا يعني محمد. طبعا هو شافني ابصه بيقولكم اعملوا لايك، اللايك ده لمحمد. خلاص بقى يا محمد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انتظروني في فيديوهات احلى واحلى. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.